مساء العسل على عيونكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض كده سندوتشات كبده، بجد هتاكلوا صوابعكم وراها. مش عايزه اقول لكم بقى الطعم ولا الريحه، بجد تحفه. زي كده اكنكم بتاكلوا سندوتشات كده من بره، بس بامانه تحفه. طعمها وريحتها كانت جباره. هنعملها كده بالدقه. دي كبده بقري، انا جايباها متقطعه جاهزه كده تقطيع اسكندراني، بس احنا مش هنعملها اسكندراني، لا احنا هنعملها بطريقتنا، بطريقه تحفه. بجد طعم وريحه خطيره. احلى سندوتشات هتاكلوها. تقدموها بقى بالطريقه اللي انتوا بتحبوها. انا عملتها كده بسلطه الطحينه وقدمت جنبها شيبسي، تقدروا تقدموا جنبها بطاطس، بجد كانت تحفه فظيعه. بجد ريحتها كانت جايبه اخر الدنيا، ومش عايزه اقول لكم بقى طعمها كان فظيع. تابعوا بقى معايا الفيديو، ما تنسونيش باللايك، ويلا بينا على الطريقه. طريقتها سهله وبسيطه خالص خالص. انا عندي هنا حوالي كيلو الا ربع من الكبده، زي ما قلت لكم أنا جايباها من عند الجزار متقطعه جاهزه كده تقطيع اسكندراني. وعندي كده كام قرن فلفل سبايسي، لو عندك رومي حطي. عندي بصلايه واحده متوسطه مقطعاها جوانح، حوالي طماطمتين كده. وعندي هنا توم، فص توم كده دقام مع قرن فلفل. تمام كده. هحط على التوم بتاعي ده معلقه كبيره من الكزبره الناشفه. هنا بقى هنجهز الدقه اللي هنستعملها ايه في الكبده بتاعتي. عايزه اقول لكم ان الكبده دي انا كنت نقعها في لبن. جربوا طريقه اللبن دي، بجد مش هتندموا، بتضيع اي ريحه زفاره في الكبده. حطيت هنا على التوم بتاعي ملح وكزبره كزبره ناشفه ومعلقه صغيره من الكمون ونسيت احط فلفل اسود، هحطه وانا بعملها. وحطيت عليها حوالي 3 معالق كبار من الزيت. تمام. هقلب بقى التتبيله الحلوه دي، وخليكم معايا بقى ايه، وتابعوا معايا الطريقه خطوه خطوه. بجد هتاكلوا صوابعكم وراها، بجد تحفه. احلى سندوتشات واكله سريعه كده وحلوه قوي. هنا البصله اللي انا مخرطاها كده جوانح، حطيت عليها معلقه من التوم ده اللي فيه الخلطه. تمام. يعني هتبل البصلايه بتاعتي، بتدي طعم وتست مختلف خالص لما بتبلها. تمام كده. عندي هنا طاسه تكون واسعه شويه بقى، عشان ايه، تاخد بقى الكلام الحلو ده. حطيت فيها كده حبه زيت حلوين، وحطيت فيها بقى البصلايه بتاعتي كده بالدقه دي بمعلقه الثوم. وهقلب فيها تدبل. انا مش عايزاها تاخد لون خالص، تمام، عايزاها تدبل بس. هديها تقلبتين تدبل كده، وهنزل بقى بالمكون اللي بعد كده هقول لكم عليه. اهم حاجه لو انت خايفه من ريحه الكبده، كبده مستورده كبده بلدي وما بتحبهاش عشان ريحه الزفاره، جربي ان انت تنقعيها ربع ساعه كده في حبه لبن، في حوالي نص كوبايه لبن كده، وبعد كده تصفيها واستعمليها. والله والله ما هتحسي باي ريحه خالص للكبده، مش مستحبه. بجد انا من ساعه ما عملت الخطوه دي وانا بقيت اكل الكبده. انا ما كنتش باكلها على فكره، بس بقيت اكلها من بعد ما بنقعها في اللبن. هنا بعد ما البصله دبلت معايا هي ومعلقه التوم اللي بالدقه، نزلت كده بالطماطم اللي انا مخرطاها مكعبات، وحطيت عليهم معلقتين من الخل، وشمي احلى ريحه يا ست الكل. يبقى انا حطيت البصله مع الدقه الاول مع التومه دبلت، وبعد كده نزلت بالطماطم كده الشرايح اللي انا مقطعاها مكعبات صغيره، وحطيت عليها معلقتين كبار من الخل. تمام. قلبتهم مع بعض، ونزلت كده بمعلقه صغيره تاني بالدقه بتاعت التوم. تمام كده. خطوه خطوه كده، وكلي احلى كبده، احلى سندوتشات كبده هتاكليها بجد في حياتك. انا واثقه لو جربتوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. هنا عندي الفلفل اللي انا مخرطاه ده فلفل سبايسي، لو عندك رومي حطي. حطيت برضو عليه معلقه صغيره من التوم اللي احنا فارمينه ده، عشان ندبل كده، نتبل الخضار بتاعنا كده وياخد طعم حلو قوي. هركنه على جنب بقى، وده ايه مش هستعمله دلوقتي خالص. الفلفل عندي هنا الكبده بتاعتي، انا حطاها في مصفى كده، وكنت بصفيها طبعا من اللبن اللي انا نقعاه فيه. ونزلت بقى بالكبده بتاعتي، واديها تقليبه كده حلوه بقى، افضل اقلب فيها لحد ما لونها يغير خالص كده. تمام. خطوه خطوه هي معاكم، واحده واحده. بجد هتاكلوا احلى سندوتشات كبده في حياتكم، تحفه. مش عايزه اقول لك والله الريحه والله الطعم كانت خطيره. عايزه اقول لكم ان انا اصلا ماليش في الكبده البقري دي خالص، بس والله والله من ساعه ما عملت الطريقه دي طعمها كان تحفه، ومش وحش خالص ولا زفرة ولا ليها اي ريحة، لا طعمها كان خطير. هنا بعد ما الكبدة بتاعتي خدت لون كده، الكبدة ما بتاخدش وقت على البوتاجاز، حطيت بقى نزلت بالفلفل بتاعي كده اللي انا حطيت له معلقة الدقة الخطيرة دي. الفلفل اخر حاجة، تمام، عشان احنا مش عايزينه يدبل كده ولا ايه،
يعني ما يبقاش باين، لا احنا عايزينه كده يبقى باين. فالفلفل انا حطيته اخر حاجه كده بمعلقه الدقه، اديته تقلبتين وباقي، وحطيت هنا بقى اهو الفلفل الاسود لان قلت لكم ان انا نسيته في الاول، ولقيته ان هو محتاج كمان يعني كزبره، فحطيت كده ربع معلقه صغيره. تمام كده. هنا بقى كان في طبعا بقيه الدقه بتاعت التوم، اخر حبه حطيتهم كده ايه في الاخر. تمام كده، يعني دول اخر حبه توم اللي هو عملناه في الاول بالدقه، حطيتهم كده بقى في الاخر عشان يدوني ريحه. والله شم ريحه كانت فظيعه فظيعه جباره، كان نفسي كده تشموا الريحه معايا، بجد ريحتها فظيعه كده. تمام، الكبده بقت مية مية معايا. اخر حاجه بقى طفيت عليها واديتها عصره ليمونه، الليمونه دي بتديها طعم حلو، وبتديها بتخلي تحتفظ كده بلونها وبتبقى حلوه قوي. اخر حاجه خالص بعد ما تطفي اديها نص عصره الليمونه دي. ايه رأيكم بقى في شكلها؟ تحفة. ومش عايزة اقول لكم بقى الدقة دي بتوديها في حتة تانية خالص. ده كان شكلها بقى، تاكلوها بعيش مصري، تقدموا جنبها بطاطس، صوابع، سلطة الطحينة. انا بقى النهاردة ايه، هما طلبوا مني ان انا اعملها لهم كده ايه سندوتشات كده بعيش فينو. عملت بقى سلطة الطحينة معاكم. دي طحينة بيتي على فكرة، انا مش جايبة طحينة جاهزة، دي طحينة بيتي انا كنت عاملاها من الف للياء يعني. وبعد كده بقى حطيت لها مية وخل وليمون وتوابل بقى ملح وكمون وظبطتها. وكان عندي كده خس اللي هو الكابوتشي دي، حطيت كام حتة كده بتخلي السندوتش مسكر كده، حطيت كام حتة كده من تحت مخرطاهم، ونزلت بقى كده في السندوتش بالكبدة بتاعتي الخطيرة. بصي شكلها عامل ازاي، بجد تحفة، والله خطيرة خطيرة، طعمها كان جنان بجد. جربوها بجد هتعجبكم قوي. عايزه اقول لكم ان انا بحب قوي تقطيعه الكبده الاسكندراني، يعني ما بحبش الكبده تبقى مقطعه مكعبات صغيره، لا انا بحب التقطيعه دي قوي. مش عارفه ليه بجد بحبها، يعني بحبها ما بحبش اجيب الكبده اللي هي مقطعه مكعبات. وهنا كنت قدمت بقى السندوتشات جنبها كده حبه شيبسي، وكانت أكلة خفيفة وظريفة وبجد كانت تحفة، عجبت الولاد جدا وعجبت جوزي جدا وعجبتني أنا كمان، لأني زي ما قلت لكم أنا أصلا ماليش في الكبدة البقري، بس والله عجبتني جدا. كنت بخاف من زفارتها وكده، بس والله جربوا ان انتوا تنقعوها ربع ساعة في نص كوباية لبن، بجد بتفرق جدا جدا في طعمها وريحتها. وبعد كده صفوها واستخدموها على طول. يا رب الطريقة والوصفة بتاعتي تكون عجبتكم، انا متأكدة لو جربتوها بالدقة الخطيرة دي هتعجبكم. بألف هنا وشفا يا رب على كل اللي كان. هستنى بقى لايكاتكم الحلوة وتعليقاتكم الحلوة، اشوفكم بقى في فيديو جديد واقول لكم مع الف سلامة. باي باي.